السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ام ربيعة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم مقلة بالشيفرول بدون لحم وبدون دجاج، كتجي بنينه. ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقة التحضير. عندي كمية من الشيفرول ضفتها في القاميله، غنضيف ليها طريفات ديال الحامض، غنضيف ليها 2 فصوص ديال الثوم بالقشره ديالهم، غادي نضيف الماء وغادي نديروه يتسلق. خديت مطيشه حكيتها، ضفت شويه التحميره، شويه الخرقوم عرق، شويه البزار، شويه الكمون، شويه الملح. غادي نخويه فوق مطيشه هاد العطريه. غادي نضيف ليهم شويه ديال الربيع مقطع، غادي نحركهم مزيان. من بعد غادي نضيف ليهم شويه ديال الزيت، كذلك غادي نحرك مزيان. من بعد غنضيفهم فوق البوطه. انا خديت هاد الثومه اللي سلقت مع الشيفرول، غادي نحيد لها القشره ديالها، غادي نديرها فوق مطيشه كيف ما كتشوفوا معايا. انا خديت هاد المعلقه، غادي نورك عليها الثومه مزيان. من بعد درتها فوق البوطه طيب. انا خديت الشيفرول صفيته من الماء، غادي نهز هاد الوريدات ديال الشيفرول وغندير في مطيشه بهذا الشكل. غادي نبقى نستف في الشيفرول فوق مطيشه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال هاد الشيفرول. من بعد غادي نضيف ليهم شويه ديال الربيع من الفوق. من بعد غادي نزوقهم غير بطريفات ديال الحامض من الفوق. هيا المقيله ديالنا وجدات، صراحه كتجي هائله في المذاق، كتجي زوينه بزاف بنينه. تقدروا ديروها للعشاء او للغدا بدون لحم وبدون دجاج، بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والضغط على جيم.